تفاصيل اقتراب وسام ابو علي من الريان القطري. كشفت صحيفه الرايه القطريه اقتراب الريان القطري من ضم الفلسطيني وسام ابو علي مهاجم النادي الاهلي، وستحسم الصفقه خلال الايام القليله القادمه. واضاف المصدر انه من المنتظر ان يصل اللاعب للدوحه خلال الفتره المقبله للخضوع للكشف الطبي ثم الانتقال الرسمي استعدادا للانضمام للمعسكر الخارجي. واضاف المصدر انه تواجد ممثل الريان في القاهره خلال الساعات الماضيه لحسم التفاوض مع الاهلي وانهاء التعاقد. واوضح مصدر مقرب من وسام ابو علي في تصريحات خاصه في وقت سابق تقدم الريان بعرض رسمي للنادي الاهلي لضم وسام ابو علي، وهناك مفاوض من النادي القطري للتوصل لاتفاق. واضاف المصدر عرض الريان اقل من مطالب الاهلي وننتظر وضوح الموقف في الفتره المقبله. وكان محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الاهلي قد حسم في وقت سابق مستقبل المهاجم وسام ابو علي مع النادي الاهلي. وقال يوسف في تصريحات نشرها عبر الصفحه الرسميه للنادي الاهلي الفلسطيني وسام ابو علي مهاجم الفريق تلقى العديد من العروض. واضاف بعد الاجتماع الثلاثي الذي جمع محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والمدير الرياضي محمد يوسف وخوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الاهلي قرروا عدم التفريط في وسام ابو علي وفقا للرؤيه الفنيه وحاجه الفريق الى جهود اللاعب. وكان مصدر مقرب من وسام ابو علي كشف غضب اللاعب من قرار الاهلي باستمراره نظرا لامتلاكه عروض خارجيه، وانضم وسام ابو علي للنادي الاهلي في يناير 2024 قادما من سيريس السويدي بعد هاتريك وسام ابو علي في فريق اوروبي في كاس العالم للانديه. وسام ابو علي صاحب ال 26 عام خاض 60 مباراه بقميص النادي الاهلي، ساهم خلالها ب 48 هدف في جميع المسابقات، سجل 38 هدف وصنع 10 وفاز بجائزه هداف الدوري المصري 2023 2024. هل الاهلي هيقدر يعوض وسام ابو علي لو رحل عن النادي الاهلي؟ ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.